مرحبا، بما أن موسم البرتقال فقلت لازم أشارككم بكيكة البرتقال المعتمدة عندي اللي ما فيش أسهل منها. الكيكة هذه راح نستخدموا فيها برتقالة واحدة، سهلة وبسيطة ومكوناتها موجودة ومتوفرة في كل بيت، بس جيبي معاها برتقالة واحدة. يلا نبدو مع بعض. في البداية خذيت حبة برتقال وقصيتها إلى مكعبات. طبعا لازم تستخدموا البرتقال اللي يكون بدون بذور، زي ما تلاحظوا أنني حولت الزوائد اللي لونهم أبيض من داخل. خديت البرتقالة هدي وحطيتها في محضرة الطعام، 3/4 كوب سكر، 3 بيضات، وربع كوب من الزيت النباتي، ونشغل عليهم الخلاط لما يصير البرتقال ناعم وتمتزج كل المكونات بشكل كويس. طبعا تقدروا تستخدموا خلاط العصائر، المهم ان احنا نوصلوا للقوام الناعم هدايا. نزلت على طول في صحن ونخلت عليه كوبين من الدقيق، وضفت عليهم ملعقة كبيرة من خميرة البيكنج باودر اللي هي تعادل ظرف خميرة، وناخد بالويسك اليدوي ونخلط بهدوء. حاولوا ان تخلطوا بهدوء وما نطولش في الخلط. أنا حتى المقطع الفيديو هدا ما درتلاش كت علشان تشوفوا قديش أنا خديت فيها وقت بسيط لما خلطت الدقيق مع المكونات السائلة. مهم جدا، لو خلطتيه زيادة ممكن إن هو ينشف معك، تحول من كيكة إلى خبزة. بس يدوب ما يختفي عندي الدقيق على طول نصبها في الطاجين مدهون بالزيت ورشيت عليه دقيق، وحطيته في فرن مشغل من تحت على درجة حرارة 180، تاخد بالضبط 40 دقيقة. راح نكتب لكم المكونات ومقاس الطاجين في صندوق الوصف. تقدروا تتأكدوا من الكيكة بإدخال سيخ خشبي، لما يطلع نظيف تعرفي إن هي الكيكة جاهزة. خليتها تبرد شوية في طاجينها لمدة 10 دقايق، وبعدين بالسكينة مرة على حواف الكيكة ونطلعها. للتزيين خديت كوب من السكر البودرة وضفت عليه عصير برتقال، يعني تقدري ان انت تضيفيه بشوية العصير، حتى تقدري انك انت تضيفيه بالملعقة يعني، بس كل شوية تضيفي بشوية وحركي. لما يوصل للقوام هدايا يبدأ متكتل بالشكل هذا، نوقف إضافة عصير ونبدي نحركه بسرعة، علشان تحريك هدايا هو اللي بيساعد انه هو يطلع الرطوبة ويساعد ان السكر يصير سائل. لاحظوا كيف صار القوام. مباشرة مجرد ما أني نخلطه على طول نضيفه على الكيكة، لازم مباشرة، لأنه هو راح يتسكر معنا وراح يكون كتل يعني، فلازم أن أنت تزيني بيه الكيكة متاعك. وطبعا نزلت شوية من خليط سكر على الجوانب علشان حيعطيها منظر أحلى. وهذه هي كيكة البرتقال بكل بساطة. زينتها بشكل بسيط. لو حبيتي انك تزينيها بالبرتقال بالشكل هذا زينيها قبل التقديم مباشرة، لأن البرتقال راح يدير سوائل، وهي السوائل هذه راح تذوب معنا طبقة السكر. فهذه شكل الكيكة، كيكة جدا رائعة، لونها وريحتها منعشة وقوامها طري جدا. لازم ننتبه على نقطتين: برتقال يكون بدون بذور، لما نضيفه الدقيق ما نطولوش وحنا نحركه في الدقيق وما نبالغوش في الخلط. هذه بس الأهم النقطتين. وهذه بكل بساطة كيكة البرتقال. نتمنى تكون عجبتكم. هذه وصفتنا لليوم، تفضلوها، صحتين عليكم.